شارك مسكر بجوز الهند هي وصفتنا النهارية. بزاف سهل وبنين ويذوب في اليد قبل الفم. هذا الكاطو وجدته على جال العيد الكبير. عملوا حفظ الوصفة وتبعوا معايا. نديروا علبة من الياغورت ولا الجبنة الطازج. بنفس العلبة نديروا الزيت والزبدة الذايبة والباردة، رشة الملح وبيان سور لافاني من عند بات برو. نخلطوا كامل المكونات، من بعد نزيدوا الفارينة والخميرة الكيميائية، نلموا حتى نتحصلوا على عجينة طرية، نخلوها تريح لو طون اللي نوجدوا الحشو. نديروا جوز الهند ونلموه بحشو الفرامبواز من عند بات برو، نزيدوا له شوية زبدة ونخلطوا حتى نتحصلوا على قوام طري، نشكلوه كريات ونبداو في تشكيل التشارك تاعنا. العجينة وزنتها 20 غرام والحشو 10 غرامات. طريقة التشكيل هي نفسها طريقة التشارك. نغرقوا على الحشو جيدا، بعدها نضغطوا في الأطراف ونخلوها بومبي في الوسط ونمدوا لها شكل هلال. نثقبوها وندخلوها فرن مسخن مسبقا على 180 درجة. في ليان كبير نرشوا لو سكر غلاس، نزيدوا عليه الكاطو اللي يكون سخون، بعد نرشوا عليه كمية من سكر غلاس، نمسحوها ونرشوا من برا كيما راه موضح في الفيديو. هذا مكان. واذا بغيتوا تغطسوه في السيرو ولا المزهر وترمدوه كيما رمدوا التشارك، هذاك الشيء يرجع لكم. المهم النتيجة جات رائعة، طري وبنين. اذا عجبتكم الوصفة اعملوا لها حفظ وخلوا لي لايك وتعليق.